بعد مرور 10 ايام ده اللي حصل او 15 يوم. نيجي بقى لقطعة التفاح يا معالي الباشا ويا صديقي، ان قطعة التفاح الجزء اللي بالفوق بالكامل بدأ يظهر عليه عفن وفطريات والتفاحة بدأت تبوظ. طيب الريحة ريحة تخمرات، في ريحة كأنك بالظبط بتشم حاجة متخمرة بقالها فترة، وده بسبب وجود حاجتين. أولا إن قوام العسل نفسه لما ضفت التفاحة 85% من التفاحة هو عبارة عن مية، لما دخل جوه العسل غير من التركيب الكيميائي الخاص بالعسل، وبالتالي العسل أصبح لزوجته قليلة قوي. لو تفتكر نبص العسل عامل زي المية بالظبط، نفس المية. ده غير من التركيب الكيميائي الخاص بالعسل، وبالتالي ادى الى وجود بيئه مناسبه لتكون الفطريات والبكتيريا. طيب التفاحه لما بحطها بيبقى اوريدي على الوش، حتى لو انت غسلتها باقوى المطهرات اوريدي فيها نسبه بكتيريا موجوده على السطح، وده ادى ان البكتيريا تبدا تتكاثر، يبدا التعفنات تحصل. بس كل ده بينتج على وش العسل فقط، انما بالداخل هو اللزوجه بس اللي متغيره. وادي التفاحه والمعلقه، التفاحة بالظبط بقت عاملة زي الملبن. بسم الله. بص كده، الطبيعي والمنطقي ايه اللي بيحصل لما بتسيب التفاحة فترة قليلة؟ بيبدأ الجزء ده بالكامل يبقى غامق أو أسود. اللي حصل في الحالة دي إن الجزء ده فاتح إلى حد ما بعد مرور 15 يوم. أنت متخيل؟ دي حاجة في حد ذاتها حاجة قوية جدا. السطح اللي كان معرض للهواء بالكامل، تعال بص كده على كمية الفطريات والبكتيريا اللي نامت عليه، على الجزء من التفاحة الأخضر والأصفر، وبدأ التعفن كمان يتحول للون الأبيض. معنى كده ان فعلا البكتيريا اللي كانت موجوده على سطح التفاح لقت البيئه المناسبه، بدات تتكاثر وتكتر نفسها وتاكل وتشرب والدنيا حلوه قوي. نيجي بقى هنا للعسل ده، بص كده قوام العسل ده بالظبط بقى عامل زي الميه، ما بقاش عسل. لو تفتكر العسل اللي احنا كنا حاطينه في الفيديو اللي فات هو عسل تقيل، تمام؟ قوام العسل ده بقى ميه. الاستنتاج النهائي للتجربه دي هقوله لك حالا. واخر جمله لازم نقولها، اول حاجه ان العسل بحد ذاته لو انت مش هتضيف له اي شيء فالعسل بيعتبر ماده حافظه لنفسه ولاي حاجه تتحط جواه. تاني حاجه لازم تعرفها ان في حاله اضافه اي شيء للعسل بيغير قوام او تركيب العسل ومجموعه بكتيريا وميكروبات، اللي بيحصل ان دفاعات العسل اللي بتكافح الميكروبات والبكتيريا بتتدمر بالكامل. اذا كده هتضيف حاجه للعسل فيها هتغير قوام العسل، الموضوع ده لازم تنسى موضوع المادة الحافظة. لو الحاجة اللي هتضيفها مش هتغير قوام العسل يبقى انت كده في السليم. احلى مسا عليك. لو المحتوى عجبك لايك وشير ومتابعة. سلام.